اهلا بيكم في الحلقه ال11 من سلسله شرح سيستم مالي. كل اللي فات في السيستم كوم، والموديول ده كوم تاني خالص. الموديول ده تقريبا اخد مننا 40% من وقت بناء السيستم اللي استمر تقريبا سنه ونص. الموديول ده مبني بعقليه داتا اناليست عشان ينقلك من مجرد بياع اونلاين لرجل اعمال فاهم بيانات شركته. النهارده هنتكلم عن التقارير الماليه والمحاكاه. الداشبورد اللي شرحناها الحلقه اللي فاتت بتوري لك الشغل اليومي، لكن الشاشه دي بتوريك الموقف المالي والربحيه الحقيقيه. الشاشه متقسمه ل5 فئات ماليه، وجواها بحر من الارقام: الايرادات الفعليه، الايرادات الدفتريه، اجمالي التدفقات النقديه الخارجه، صافي الربح، هامش الربح الاجمالي، العائد على الاستثمار، نسبه مصاريف التشغيل، السيوله، راس المال العامل، ومعدل حرق الكاش البيرن ريت، ومؤشرات تانية كتير جدا. طبعا كصاحب بيزنس ممكن تتخض وتقول انا مش محاسب عشان افهم كل ده. علشان كده احنا عملنا لك كل كارت من دول كارت تفاعلي. بمجرد ما تدوس على اي كارت فيهم السيستم بيفتح لك شاشة يقول لك فيها انا مين وبتحسب ازاي، والاجمل انه بيكتب لك المعادلة المحاسبية وبيعوض لك فيها بارقامك انت الفعلية علشان تفهم الرقم ده جالك منين بالظبط. تحت الكروت دي هتلاقي جداول بتلخص الأصول والالتزامات، وجدول الربح الشهري عشان عينك تلمح فورا ربحك ثابت ولا بيزيد ولا الكيرف بينزل ولازم تتدخل. نيجي بقى للتركة المرعبة وأقوى أداة في مالي كله: مركز تحكم المحاكاة، السيميوليشن سنتر. تخيل معايا إن عندك 500 أوردر لسه بيتحضروا أو في الشحن. كصاحب بيزنس انت عايز تعرف لو الأوردرات دي طلعت أنا هكسب كام؟ هنا انت بتفتح مركز المحاكاة وبتحط السيناريو اللي انت متوقعه. بتقول للسيستم انا هشحن كل الاوردرات دي ومتوقع نسبة تسليم 75% بناء على ارقامي في الداشبورد. بضغطة زرار السيستم بيعمل ريفرش لكل ارقامك المالية وبيعيشك في المستقبل، بيحسب لك الايراد المتوقع وبيخصم تكلفة البضاعة اللي هتتسلم بس. والجمال والواقعية هنا ان السيستم مش بيضحك عليك بربح وهمي. هتبص في جدول الالتزامات تلاقيه ضاف لك تلقائيا تكلفة المرتجعات بناء على 25% اللي هيرجعوا، بونص وعمولات المودريتورز بناء على 75% اللي هيتسلموا، تكاليف التغليف والبابلز لكل الاوردرات اللي هتتشحن. السيستم بيحسب لك كل المصاريف الخفية دي بناء على اعداداتك اللي مدخلها مسبقا، وبيقول لك الصافي في جيبك كام. بس في ملحوظة بيزنس مهمة جدا وانت بتقرأ ارقام المحاكاة: الارقام دي استرشادية، معدلات التسليم بتطبق على الايراد النقدي، وتكلفة المرتجع والبونص والتغليف بتتحسب من عدد الاوردرات الفعلي، والبضاعة اللي السيستم مفترض انها هترجع ما بترجعش لتقييم المخزون في المحاكاة علشان تفضل حساباتك متحفظة وواقعية. انت كده بقيت كاشف الماضي ومسيطر على الحاضر وتقدر تتوقع ربح المستقبل. لكن البيزنس ده مش بتاعك لوحدك، معاك شركاء وعايزين تظبطوا حساباتكم من غير اي خلافات. ده اللي هنشوفه في الفيديو الجاي، استنونا.